يا صباح الخير، يا صباح السعادة، صباحكم نادي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ الفيديو بتاعنا كده، صلوا بينا على النبي واذكروا الله وسبحوا، وابدأوا يومكم كده يوم جميل كده بالذكر، وخلوا لسانكم عطر دايما طول اليوم بذكر الله. ندخل كده على الفيديو بتاعنا، وقبل ما ندخل في أي كلام في الفيديو أو أي شرح أو هنعمل إيه في الفيديو ده، يا ريت يا حلوين اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وفعل الاشعارات على الجرس على الكل، ويدخل كده ايه يحط لنا اللايك. اول حاجه كده بدأنا بيها يومنا، صحينا الصبح بدري، عملنا سندوتشات الاولاد وفطرناهم وخرجناهم للمدرسه، والحمد لله قبل كل شيء بيصلوا. تمام. بيدخلوا الحمام، يتشطفوا ويتوضوا ويطلعوا يصلوا، وبعد كده اللي يفطروا وياخدوا سندوتشاتهم ويتوكلوا على الله ويروحوا المدرسة. بصوا هنا بقول لكم على حاجة، أنا مبيتة المطبخ من بالليل نضيفه زي الفل. تمام. في ناس كتير نصحتني في الفيديوهات إن أنا أنزل فيديوهات يومية. إن شاء الله بإذن الله كده ربنا يقدرني وأنزل فيديوهات يومية. عايزة أقول لكم إن أنا ببدأ يومي بكوباية آه، قهوة بلبن، أو البن ده باللبن، بن عبد المعبود أو بن من عند المطحنة بتاعة البن. بيكون نوع كده، يعني نوعين أنا بستخدمهم، يا إما بن عبد المعبود يا إما بن اللي هو الياسمين. في كده يعني إيه، عموما أي بن بستخدمه أو بشربه سادة فاتح. غسلت البوتاجاز بتاعي من بالليل برضو، علشان أنا كنت ناوية أطبخ تاني يوم، وعايزة البوتاجاز بتاعي يكون نظيف. ما تتصوروش لما بيكون المطبخ نظيف والبوتاجاز نظيف بيفتحوا نفسه ازاي على اني اعمل احلى اكل، وابدع كده وافنن انا واقفة في المطبخ كده واطلع لهم احسن ما عندي. بس الرخامة دي كنت وريتها لكم في مقطع، نفس المقطع ده وريتها لكم في فيديو قبل كده. الرخامة لونها اصلا من الاساس مش حلو، لونها كده غامق كده او لونها كده مصفر كده ومش حلو من الاساس. من اول ما اتجوزت كده والرخامة بالمنظر ده، حاولت ان انا احط لها منظفات او كلور او اي حاجة تاني علشان تفتح، فمفيش فايدة. بالمرة كده احنا في اول اليوم كده، اليوم الحلو بيبان من اوله. عدت كده عفش عروسة او جهاز عروسة، فانا حبيت اصوره لكم. بصوا انا البيت بتاعي داخل جوه شوارع، العفش العروسة ده او جهاز العروسة كان معدي في الشارع الرئيسي. حبيت كده اوريكم لقطة بسيطة منه والهيصة اللي فيه والحاجات الحلوة اللي بتتميز الصعيد بيها. وبعفش العروسة ربنا يا رب يفرح كل البنات ويفرح كل الشباب يا رب، وييسر الحال للجميع يا رب، ويستر كل بنات المسلمين وأولاد المسلمين. تمام. بصوا كده الأجواء الحلوة كده، بصوا العادات بتاعت الصعيد إن في عفشة العروسة بيكونوا يعني العفشة ماشية كده بالراحة بالعربيات. طبعا دلوقتي عفش العروسة أو جهاز العروسة بيجي مبالغ فيه جدا. كنا الأول بنشوف عربية أو عربيتين ونقولوا إيه أبو العروسة جايب لبنته حاجات كتير. دلوقتي 15 عربية، وساعات بتعدي ال20 عربية، يا إما تكون كمان وحيدة أو أبوها ميسر الحال أو ميسور الحال، فبتعدي عربيات كتير مليانة بجهاز العروسة. دلوقتي مش طقم ولا طقمين ولا 3 من الحلل، لأ ده دلوقتي أطقم مبالغ فيها من حلل العروسة أو جهاز العروسة. ده مش بس الحلل، ده احنا بنتكلم عن حاجة من الحاجات يعني على طقم الحلل. أنا عندي بنتي في أولى جامعة، بسأل لها على طقم كده جرانيت، بيقول لي عايزة نوع كويس ولا نوع نص نص ولا ايه؟ بقول له لا نوع كويس. فبيقول لي طقم الجرانيت بيبدأ من 8000 جنيه. فانا اتصدمت وقلت له طب تمام ماشي هلف وارجع لك، وانا طبعا ايه اتصدمت من السعر. انا بسأل يعني كل ما بخرج بسأل على الاسعار، بسأل على كذا. زمان كنا بنسأل على سعر الحاجة كانت تفضل بالسنة والسنتين السعر ثابت. دلوقتي تسألي على الحاجة من اول يوم ويقول لك لا السعر اتغير امبارح غير النهارده. ندخل كده ربنا ييسر الحال يا رب للجميع، وكل البنات هتتستر وكل البنات هتتجوز وكل واحد بياخد نصيبه ورزقه. ندخل كده على الفيديو. انا ما حبيتش ان انا يعني البخكم كل مره بطريقه طبخ، هو طريقه طبخ عاديه جدا. الاكل بيطلع حلو، ده نفس اللي بتطبخ نفسها فيه يعني هي بيطلع طبخها حلو او
دلع شوية او كده، السبب اللي بتطبخ نفسها بتظبط المعايير المقادير التوابل الطعم بتظبط كويس، فبيطلع الطعم بتاع الاكل حلو. نفس الطريقة بتكون بتعملوا دي وبتعملوا دي وبتعملوا دي، بس في واحدة عندها حاسة التذوق كده عالية بتظبط الأكل حلو. هو ده اللي بيفرق من ست لست. عملت ايه في الأكل النهاردة أو في يوم النهاردة؟ عملت صينية بطاطس، عملت كده طاجن بسيط كده صغير فاصوليا، وعملت بامية ناشفة ولسان عصفور وباذنجان مخلل، وكل الهيصة دي على بطاية. كان عندي بطاية كده عمالة تدلع كده عندي في العشة، قلت هتفضل انت وحدك كده وحيدة وغلبانة ومسكينة وشريدة كده مع نفسك وحاسة بالوحدة، تعالي وانا مش هحسسك بالوحدة تاني. فجبت رقبتها وقلت ايه، نعملها غدا. الاكل ده كان يوم غدا يوم لحد، تمام. انا مش كل يوم احد بعمل الاكل يعني اكل كده، لكن ايه بحب ان انا من وقت للتاني كده لو عندي إيه طيور او عندي حاجة كده ممكن اذبحها او اطبخها للولاد، فانا ما بتأخرش. تربية الطيور خير خير جامد في البيت. إيه جالك ضيف على غفلة، بتروحي وبتشوفي لك اي طيرة عندك في العشة بتاعتك، وايه تسد معاك وتستر معاك قدام الضيوف. في يوم زي كده مثلا الحالة أشفرة مثلا كده، ومعاك بطاية محتارين تاكلوا ايه، وطبعا العيال بتروح دروس ومدارس، ويعني هلكانين، هلكانين بمعنى هلكانين. فبتذبحي لهم كده طيرة وبتطبخيها، بطاية فرخاية جوز حمام كده، الحاجات دي بتنفع. فتربية الطيور حلوة جدا. أنا كنت جايبة كمية طيور، بس للأسف الشديد كده مع حصاد الشامي والذرة اللي كلنا يعني عارفينها كده في الصعيد، بيبقى فيها نمس وفيها عرس كبيرة، فطلعت من الزرع. البيت اللي انا مربية فيه مكشوف، فخلصت لي على كل الطيور. كنت جايبة فراخ بلدي وكنت فرحانة بيها جدا، واكلتها. وبعد كده ما كبرتهم كده على عمر شهرين شهرين ونص، كانوا كبار وحلوين كده، كانوا ما شاء الله. لو كانوا فضلوا لحد دلوقتي كان زمانهم باضوا. بس للأسف الشديد إن النمسا أو العرسة الكبيرة اللي بتدبح الطيور خلصت لي عليهم كلهم. أول يوم أنا فكرت إن عندهم افتراس وجبت لهم علاج. تاني يوم لقيت إن كلهم مدبحين كده ومفتح بطنهم ومنظر بشع جدا. والله يعني اتصدمت لأن البيت بعيد عني، أنا مش بربي على السطح. في ناس كتير بتقول لي اعملي فرن بلدي على السطح، اعملي كانون على السطح. عندي السطح للناس اللي لاحظت أنا وبخبز على السطح، عندي السطح فيه بلاط، بلاط ومبيض وكده، وانا ببيت عيلة، فمش هينفع نهائيا ان انا اعمل فرن بلدي على السطح ولا اعمل عش على السطح. فانا مربية كده عندي حماية، بيت كده قديم كده صغير. البيت ده مبني طوف، فما فيهوش ان انا مبني وما فيهوش مأمنش، بعيد بعديله شارعين علشان اوصل له. فلو حصلت حاجة عند الطيور بكتشفها تاني يوم، ما بكتشفهاش من اول يوم. فتربية الطيور لو عندك مكان ما تتأخريش في الغلو ده وفي الأسعار الحلوة اللي احنا فيها دي. إيه لا، لازم تستغل ان تربي شوية طيور وتستفادي منهم. والله الحاجة اللي مثلا هتجيبي شوية طيور صغيرين كده، شوية بط مثلا ب200 جنيه ولا ب300 جنيه، والله ما بيطلعوا تمن بطاية كده لما بتشتريها من عند الفرارجي. دلوقتي البطاية وصلت ل400 جنيه، حاجة كده يعني ربنا يجرنا. المهم يعني انا كنت بقول لكم يعني تربيه الطيور لو عندك مكان او هتقفلي في البلكونه وربي لك شويه طيور هيفيدوكي جدا جدا وهينفعوكي في البيت جدا. عملت ايه هنا؟ عملت بسبوسه بالقشطه او بسبوسه بالمهلبيه، تمام. إيه كنت عاملاها الفيديو ده يعني مقطع عمل البسبوسه وكده، فالتليفون الله يسامحه، يا اما المساحه، يا اما المساحه مش غير كافيه، يا اما بيحذف لي صور. فانا والله العظيم تعبت مع التليفون، وحاسه ان انتوا تعبتوا معايا من التليفون ده، فربنا يصلح لي الحال يا رب. المهم عملت ايه، انا مهلبيه عملتها بلبن نشا ودوبته في لبن وسكر، وان شاء الله هعملها لكم تاني لان عجبت ولادي بشكل رهيب، لدرجه اني كل يوم يا ماما اعملي لنا منها. فطبعا انا مش كل يوم هعمل منها. انا عندي ابني الصغير كده في ابتدائي مش بيشرب اللبن نهائي، حتى حاولت اول يوم في المدارس ان انا اشربه كوبايه شاي بلبن، رجع وتعب
معدته فضلت طول اليوم وجعاها. في ناس كده بتبقى عندها حساسية كده من اللبن او ما بتتحملهاش. عندي بنتي الكبيرة اللي في الجامعة كده، وعندي ابني الصغير. لكن الاتنين اللي في النص انا عندي بنتين وولدين، لاني برضو في ناس سألتني انت عندك ايه اولاد. عندي بنتين وعندي ولدين. عندي بنتي الكبيرة وابني الصغير ما بيشربوش اللبن نهائي، ولا شاي بلبن ولا اي حاجة، ولا لبن سادة. فانا بحاول ادخلهم في الاكل اللبن باي شكل عشان يستفادوا من اللبن، وفي نفس الوقت ما يكونش غصب عليهم ان يشربوه كده اجباري. بصوا منظر البسبوسة. عملت البسبوسة عادية جدا، وحطيت طبقة من تحت، وبعد كده طبقة المهلبية، وبعد كده طبقة من البسبوسة، وتحطيها في الفرن على نار واطية جدا. و التسوية بتاعتها أول ما تستوي كده هي وسخنة، تكون محضرة الشربات بارد، وتشربيها زي ما انتوا شفتوا كده. كانت الشربات تحسوا ان هي كتير عليها، بس هي شربت كل الشربات وطالعة والله العظيم تحفة. كل اللي هيجربها بإذن الله هيدعيلي، وإن شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني بالتفصيل، لأن هي مطلوبة من ولادي جامد جدا. وعجبت جوزي وعجبت ولادي جدا، فإن شاء الله هعملها لكم تاني كده بالتفصيل، وإن شاء الله تعجبكم. بس كده والفيديو بتاعنا خلص. حاولي بأقل الإمكانيات تعملي حاجة حلوة لولادك، تعملي لهم أكلة حلوة. زي ما انتوا شفتوا كده من بطاية طلعت منها كذا أكلة يكفي اليومين كاملين. وعملنا حاجة حلوة كده تسند الولاد، وعملنا أكل حلو، وعدينا يوم أو التاني وأكل كده الحمد لله، اللهم لك الحمد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.